ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض كيكة الروانة النهاردة. سهلة وبسيطة، مقادير بسيطة من عندنا في البيت. هنجيب 3 بيضات ومعاهم نص كوباية سكر على معلقة فانيليا، ونضربهم في الخلاط بمضرب سلك، بسباتيولا، بأي حاجة. المهم نضربهم كده كويس خالص لغاية ما يتجانسوا اهم. هنضيف عليهم كمان علبتين زبادي صغيرين او علبة كبيرة، يعني هنخلط كمان، هنفضل نضرب. انت كمان لو عندك الخلاط هتبقى اسهل بالنسبة لك. انا بستسهل المضرب بتاع الكهرباء في متناول ايدي، يعني بتبقى العملية بسيطة بالنسبة لي. بس كده بنخلطهم كلهم مع بعض لغاية ما يتجانسوا كويس قوي قوي، وهنفضل نضرب لمدة 3 دقايق على الأقل. بس كده يا حبايبي، كده خلطنا اللبن وحطينا الزبادي سوري والبيض. كده معانا نص كوباية زيت. هنحط نص كوباية زيت، يكون زيت نظيف ما يكونش ليه ريحة. لو عندك سمنة عايزة تحطي سمنة حطي سمنة زي ما تحبي، الموجود عندك حطيه وما تعطليش نفسك. بتبقى عندك كيكة بتنفع لضيوف، بتنفعك في فطار، بتنفع الأولاد في المدرسة، يعني بيبقى حاجة في البيت، المهم بيبقى فيها حاجة حلوة وخلاص. خلصنا ضرب البتاع. هنحط كده كمان معانا ايه، نص كوباية لبن. نص كوباية لبن. عندك لبن بودرة ممكن تحطي نص كوباية مية وتحطي معلقتين لبن بودرة، يعني اي حاجة. كمان لو عندك كمان مفيش لبن، لو مفيش لبن ممكن تحطي عصير برتقال، بتطلع طعمها حلو جدا. بس كده حبايبي، احنا بنحط بعد كده. خلاص كده خلصنا المقادير السائلة بتاعتنا. معانا هنا كوباية دقيق سميط اللي هو بتاع البسبوسة يا جماعة. بنضيف الكوباية بتاعتنا. احنا معانا كوبايتين، واحدة سميط وواحدة دقيق أبيض. بننخل الدقيق عشان لازم يتنخل، بتدينا ايه، هشاشة للكيكة. بس كده يا حبايب، حتى لو نخلينه قبل كده بننخلوه تاني. معانا كمان كيس كيك شيف، بيبقى احسن لان فيه محسن للكيك، فبتبقى احسن. انا دايما بفضل اللي هو محسن الكيك شيف، دايما بستعمله، بجيبه دايما عندي في البيت، بيبقى عندي بجيبه بالعلبة وبخليه عشان في اي وقت بحب اعمل كيكة بلاقيه في ايدي ما تعطلش. بس كده، هنا احنا بنخلط كل المقادير مع بعض، بنلخبطهم كده اهو، تخليهم يتجانسوا مع بعض كويس خالص. بس انا نسيت اضيف الملح في الاول، لاني لازم نحط ذرة ملح ومعلقة خل. دول اساسيين في اي كيكة يا جماعة، ما ننساهمش. انا نسيت اضيفهم في الاول، بس هضيفهم دلوقتي. ذرة ملح صغيرة على بس معلقة خل برضو. بنخلطه كويس. وانا عندي صينية قالب بايركس بطنته بالزيت وحطيت له دقيق، وبقى تمام كده. هنصبهم في الصينية. صينية عندي مقاس 25 في 30. هنفضي كده في القالب بتاعنا اللي احنا عاملينه، والسمك بتاعها كده حلو قوي يا جماعة. ما تكتروش اكتر من كده، ما تخلوش يتقل اكتر من كده، ولا هو اخف من كده. المقدار بتاعنا ده مظبوط خالص، وهتطلع معاكم حلوة قوي. جربوها، هتعملوها على طول. بنسوي العجينة كده هوت في القالب، ونخبطها كده خبطتين على الرخامة عشان ما يطلع الهواء منها. هي هنا استوت معانا. دخلناها على فرن 180 درجة يا جماعة لمدة 40 دقيقة، وجربناها بالخلة دي، خلاص طلعت نضيفة. بنخرمها ونضيف عليها كمان معانا ايه، كوباية ونص سكر على 2 كوباية مية، عصرة ليمونة، وحبة فانيليا او معلقة فانيليا سايلة الموجود عندك. وبس كده، ومعانا احلى كيكة رواني يا جماعة.
تاكلوها بالألف هنا وشفا. جربوها صدقوني، دايما هتعملوها لأني سهلة وبسيطة ومش هتاخد معاكوا وقت. هنا بنزينها، عندك جوز هندك، عندك معكسرات، عندك فول سوداني، أي حاجة عايزة تزينيها زينيها، مش عايزة ما عندكيش مش مهم. هي يعني عملية جمالية بس لو عندك كمان ضيوف. بس كده حبايب وخلصت معانا. كمان كل ما استنيتي عليها لما تبرد كل ما تكون أحلى، لأنها تكون مسكت نفسها كويس وهتبقى أحلى. وبكده احنا خلصنا معانا الكيكة. وما أسهل الكيكة يا جماعة، سهلة وبسيطة وحاجة حلوة عندكم في البيت، ودايما بتتعمل كل يوم والتاني بتتعمل الكيكة، يعني مش بتاخد وقت ولا بنتعب منها. مقاديرها سهلة وبسيطة وحلوة وبألف هنا وشفا. بفتكروني كانت معاكم سعاد هلال من مطبخ السندريلا سعاد، وبألف هنا وشفا يا رب عليكم. باي حبايبي.